بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. امبارح عشنا يوم جميل أوي أوي مع النادي الأهلي. فاز في مباراته مع الهلال السوداني. المباراة اللي كانت قبليها كان فيه هيصة كبيرة أوي وكلام كتير أوي، وكلام من هنا وكلام من هنا، والكلام الأكتر كان من جانب نادي الهلال السوداني اللي ادعى حاجات وقال كلام كتير أوي على انه هيتقابل مقابله مش كويسه في مصر، وان هيبقى في المعامله مش كويسه، وان كذا وكذا. وده طبعا يتنافى تماما تماما مع اخلاقيات وسلوك النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، اللي دايما بترحب باي ضيف من الضيوف، ان كان محلي ان كان عربي ان كان افريقي. دايما النادي الاهلي ابوابه مفتوحه، ودايما المعامله الحسنه والمعامله الاحترافيه. احنا ما بنقولش ان المعامله ديت يعني بيعملها زياده عن الحد، ولكن هي معامله احترافيه. النادي الاهلي نادي احترافي بيطبق كل الاخلاقيات وكل القوانين الدوليه بيطبقها عنده. لذلك بتلاقي كل الانديه بترحب بالنادي الاهلي، بتحترم النادي الاهلي، بتوقر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما نادي القيم، نادي المبادئ، نادي الاخلاق. مهما حتى تعامل معامله غير سويه من بعض الاشخاص، ولكن بيقابلها بمعامله حسنه، لانه لا يملك غير ذلك. يعني النادي الاهلي دايما جيل ورا جيل بيسلم الاداره. هي دي اخلاقيات النادي الاهلي، ودي الطريقه او ده اسلوب النادي الاهلي. النادي الاهلي اتعامل معامله سيئه جدا في السودان، ولكن برضو احنا زي ما بنقول لحضراتكم ما ينفعش ان احنا نعامل اشقائنا هنا بنفس المعامله. النادي الاهلي قابل النادي الهلال بوفد كبير جدا، كان على راسه الكابتن سمير عدلي. حتى هم نفسهم بقوا مبسوطين جدا من المقابله، بقوا مبسوطين من ترحاب النادي الاهلي، مش متخيلين ان ده الكلام اللي سمعوه في السوشيال ميديا من خلال الايام اللي فاتت، والكلام الكتير قوي اللي كان بيتقال من اعداء النادي الاهلي. يعني في ناس شغلتها الكلام دلوقتي، هم عايزين يوقعوا وعايزين يعملوا مشاكل بين النادي الاهلي وبين اي فرق بتيجي، على اساس ان هم ما وراهمش حاجه دلوقتي، طلعوا من كل البطولات، ما فيش بطوله بينافسوا عليها، ففاضيين ان هم يعملوا مشاكل، فاضيين ان هم يتكلموا كلام ملوش لازمه، فاضيين ان هم يشغلوا الراي العام بقضايا تافهه وكلام تافه ملوش اي قيمه. عموما المباراه قامت في جو رياضي جميل قوي. كان الاستاد القاهره مليان، كان فيه 70 80 الف مشجع اهلاوي، كلهم اثبتوا حسن نواياهم، وكلهم اثبتوا ان احنا على طريق عوده الجمهور ان شاء الله، اللي كنا متخوفين منها جدا. وزاره الداخليه مشكوره، قامت بنشر بيان بتشكر فيه النادي الاهلي، بتشكر فيه جماهير النادي الاهلي، انهم كانوا ملتزمين جدا، ما خرجوش عن اي عرف من الاعراف الرياضيه، عكس بعد ما بعض الافراد اللي فعلا يعني تفكيرهم قوي على قدهم جابوا صوره من صور الجمهور في المدرجات، وعملوا عليها صوت من اصوات او من كلام فات من سنوات ماضيه، وركبوها على بعضها عشان يعملوا قلق للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي. لكن طبعا الاجهزه بتاعتنا فطنت لهذه المحاوله يعني، وفعلا جاري القبض على الاشخاص اللي هم تورطوا في مثل هذا الفعل، لان دوت يعني حاجه بتشوه الرياضه كلها، مش بتشوه جمهور النادي الاهلي بس، وبتشوه كمان صوره مصر قدام الناس، وكمان بتاجل دخول الجماهير المدرجات. احنا ياما كنا بننادي بوجود الجماهير، لان فعلا الجماهير بتمثل عنصر اساسي جدا ورئيسي جدا من الرياضه. يعني تخيلوا كده واحد يدخل جنينه ما فيهاش ورد مثلا، فما ينفعش، لازم الاستاد لازم يكون مليان، لازم يكون فيه مشجعين، ده بيخلي اللعيبه. وده فعلا كان وجود الجمهور كان ليه عامل رئيسي جدا جدا بان المباراه تنتهي بالنتيجه الجميله دي، بنتيجه 3-0. نرجع تاني للمباراه وجو المباراه والاحداث الجميله اللي صاحبت المباراه، واحراز 3 اهداف من اجمل ما يمكن. طبعا الهدف الاول احرزه محمود عبد المنعم كهربا. محمود عبد المنعم كهربا راجع بجد بقوه جدا، بحماسه، بمهارته المعتاده، باختياره الاماكن المناسبه قوي، وسجل هدف تاريخي، هدف ان شاء الله يبقى ممكن يخطر ان شاء الله هدف العام باذن الله.
وده اللي منتظرينه فعلا، ان هم فعلا ممكن يختاروه في الفيفا ان هو هدف العام، لانه مهاره فائقه. لما رقص المدافع بتاع الهلال السوداني، انا توقعت انه يشوطها بوش رجله، لكن تخيلوا انه حطها ببطن رجله، ركنها في الثمانيه ببطن رجله. طبعا مهاره فائقه جدا، يعني وقت محدد نزلت الكرة على بطن رجله وركنها في الزاوية اللي ما يعرفش الحارس أبدا يطولها. هدف من أجمل ما يمكن، وهدف فعلا. أنا ياما شفت كورة فعلا، بس هدف لا ينسى لعبد المنعم محمود عبد المنعم كهربا. وإن شاء الله يتنوا دايما على المستوى دوت، اللي هو المستوى اللي بيضايق كتير قوي الجماعة الخصوم يعني. مش عارف يعني، هو كهربا ربنا كرمه، طب انتوا ايه اللي مضايقكم يا جماعة؟ ربنا يكرمه كمان وكمان، وإن شاء الله يحرز اهداف ويحرز انتصارات مع النادي الاهلي. الناس اللي بتحقد على كهربا او بتتضايق من كهربا يقولوا ازاي النادي بتاعه اللي كان الاول فيه سابه. ما انتوا ما تحكموش على راح الاهلي، طب انتوا سبتوه ليه؟ هتقولوا انه هرب؟ لا، هو ما هربش، هو عقده انتهى زي ما كل الناس عارفه. فلا تلوموا الا انفسكم يعني، ما تلوموش الراجل ان هو راح شاف مستقبله فعلا. كهربا لقى نفسه فعلا في النادي الاهلي، وان شاء الله يستمر على الوتيره دي. الهدف الثاني والثالث بقى جابوا الشحات. بجد الشحات حاجه يعني، انا فخور جدا بان اللاعب دوت في النادي الاهلي. لاعب مثابر جدا، لاعب عنده تصميم فوق العادي، بيعرف يرجع على طول، بيعرف يرجع لمستواه. الراجل دوت والده متوفي من يومين ثلاثه، ورغم من كده تواجد واحرز الهدف الثاني والثالث بمهاره فائقه. طبعا ما ننساش دور بيرستاو في الهدف الثاني. بيرستاو يا جماعه يعني بجد الايام دي بيتجلى وبيعمل حاجات فعلا كنا منتظرينها من بيرستاو، لان بيرستاو لاعب كبير قوي، بيلعب في الدوري الانجليزي، وكان اصلا في سان داونز، يعني جاي من انديه كبيره كنا بنتعشم فيه، اللي هو فعلا بيحصل دلوقتي حاجه عاليه قوي. بيرستاو ان شاء الله يستمر على هذا المنوال. فضلوا مساحه مهوله، يعني انا بجد يعني انا بحيي مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، انه بيلعب على المساحات الفاضيه. يعني فعلا بيفضل اللاعب مساحات مهوله، يعني بيخلي اللعيبه تبقى مرتاحه قوي، هي بتشوط تبقى مرتاحه وهي بتلعب. تخيلوا ازاي بيرستاو خد 3 مهاجمين معاه على رجله الشمال وفضى وادى للشحات، لقى نفسه فاضي تماما هو والمرمى. الهدف الثاني والثالث اعجاز. الهدف الثالث برضو طبعا شحات بالمهاره الفائقه بتاعته، عارف يرقص، عارف يستخلص الكوره، عارف ينيم المدافعين اللي قدامه ويشوطها في الزاويه الفاضيه. يعني حاجه بجد اعجاز من شحات، حاجه جميله قوي. اثبت ان هو لاعب قدير، لاعب بيفيد النادي الاهلي جدا. والناس دي اللي كانت بتشكك في شحات وان النادي الاهلي هيسيبه وده اخر موسم ليه في النادي الاهلي، يشوفوا دلوقتي ازاي الشحات عامل موسم هايل جدا مع الاهلي، مع انه راجع من اصابه لسه قريبه، وفي نفس الوقت عنده ظروف عائليه كمان في وفاه والده. لكن رغم كده الراجل اثبت فعلا نفسه واثبت جدارته بوجوده مع النادي الاهلي. كل لعيبه الاهلي بصراحه كانوا نجوم فوق العاده فوق العاده. رامي بجد انا ما كنتش متخيل انه يبقى موجود في خط دفاع النادي الاهلي. رامي ربيعه انا فوجئت ان هو موجود بدل ياسر ابراهيم، لان كانت حصل له اصابه في التدريب، ولعب مكانه وسد وكان فوق الممتاز. رامي ربيعه كان فوق الممتاز وعمل مباراه عاليه جدا جدا. عندنا محمد عبد المنعم طبعا، عندنا الباك اليمين والشمال هاني ومعلول. خط الوسط المدافع مروان عطيه كان حاجه فوق الوصف. مروان عطيه لاعب واعد جدا، لاعب ممتاز قوي، حاجه بجد تفرح. والعين الخبيره اللي هي جابته للنادي الاهلي واختارته انه يجي في النادي الاهلي، بجد انا بهني جدا اللي اختاره واللي رشحه ان هو ينضم للنادي الاهلي. ممكن نقول السوليه ما كانش في مستواه قوي اليوم دوت، كانت الدنيا مش كويسه معاه شويه. برده من اللعيبه اللي ما كانتش برده موفقه شويه قفشه. برضو من اللعيبه برضو اللي ما كانتش موفقه وكانت مش ماشيه معاه برضو اللاعب احمد عبد القادر. كان بيلعب لنفسه شويه، كان بيلعب بانانيه شويه، وعمل مشاكل فعلا بعد ما خرج مع مع كولر المدير الفني. يعني كان منظر مش حلو طبعا. نتمنى ان هو ما يتكررش تاني مع احمد عبد القادر، لانه تاريخه ناصع على البياض ما فيهوش اي مشكله.
ايا كانت. فهي دي اول غلطه ليه، ان شاء الله تعدي يعني وما يبقاش في مشاكل. عندنا خط الهجوم بصراحه كان في منتهى الجمال بقياده كهربا اللي عمل كل حاجه، وبيرستاو كان عندنا في اليمين يعني عمل كل اللي ممكن يتعمل في الكوره، ورسم اهداف كبيره قوي وعمل حاجات جميله قوي. ونتمنى ان هو يبقى على هذا المنوال ان شاء الله في المباريات الجايه كمان. المباراه في مجملها فوق الممتازه فوق الممتازه فوق الممتازه. حققت الهدف، ريحونا وريحوا اعصابنا. جابوا الاولاني والثاني والثالث، خلاص كده الموضوع كان هو فرق هدف بس. الحمد لله كان فرق ثلاثة كمان، وصلنا الحمد لله لربع النهائي. طبعا كان الاهلي معلومه كده ان الاهلي اتقابل مع الهلال بالمباراه ديت 13 مره. الاهلي فاز 5، الهلال 3، وتعادلوا 5 مرات. وما ننساش برضو ان الاهلي خد اللقب منه سنه 87 لما تعادلوا في السودان 0-0، والاهلي فاز في القاهره 2-0. مارسيل كولر يا جماعه المدير الفني للنادي الاهلي، يعني مدير فني على مستوى عالي جدا. الناس اللي بتهاجمه وبتقول ان هو لا موسيماني كان احسن، مفيش مدرب جه في الاهلي كان دون المستوى. كولر من المدربين اللي فوق المستوى، حاجه يعني تفرح بصراحه. يعني احنا لما نقول ان كولر لعب مع الاهلي 34 مباراه 34 مباراه من شهر 9 اللي فات، يعني بقى له 7 8 شهور 8 شهور. لما نيجي نقول 23 فوز من ال 34 و6 تعادل وخمس هزايم. الخمس هزايم دول كان في كاس العالم للانديه، وكان في البطولات الافريقيه، ولكن لم يهزم في الدوري المحلي. لم يهزم في الدوري المحلي، والاهلي هو الفريق الوحيد اللي لم يهزم في الدوري المحلي، وفارق بنقاط كتيره جدا جدا فوق ال 20 نقطه، حاجه يعني بعيده خالص عن الانديه الاخرى. لما نيجي نشوف الاهلي وسياسه النادي الاهلي وازاي ان النادي الاهلي بيمشي الكوره، عندنا دلوقتي الاهلي اعتذر عن كاس الرابطه لان كاس الرابطه كانت هتعطله، اعتذر عن كاس العرب برضو كانت هتعطله، وعن المسيره بتاعته، واضطر انه يلعب كاس العالم للانديه لان كاس العالم للانديه حاجه عاليه قوي. ولكن لعبه الكاس العالم للانديه اثر عليه في بدايه مشواره الافريقي، لانه جاي من بطوله كاس العالم ولعب مع الهلال السوداني في السودان، ورجع بعد كده لعب مع صن داونز في جنوب افريقيا. كان مرهق جدا، وكان فعلا مكان مباريات كاس العالم للانديه في الوقت ده او في التوقيت ده كانت غلط جدا على الاهلي. ولكن نقول ايه، هو ده قدر الاهلي، ودي بطوله كبيره ما كانش صح النادي الاهلي يسيبها. ولكن البطولات بقى الصغيره اللي هي كاس الرابطه كاس العرب، الحاجات دي اعتذر عنها عشان يعرف يكمل. برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد تحسب لكولر، كولر يا جماعه خلال الكام شهر اللي فاتوا دول عمل انجازات كثيره جدا، منها ان هو مثلا الاول على الدوري لغايه دلوقتي، منها كاس السوبر لما هزم الزمالك، منها نهائي كاس مصر اللي هنلعبه ان شاء الله يوم 10 ابريل مع بيراميدز، وصلنا لنهائي كاس مصر، رابع كاس العالم، وصل لربع النهائي في البطوله الافريقيه. يعني مدرب كبير قوي، مدرب حاجه تفرح. دلوقتي الثمان انديه اللي هم وصلوا لدور الثمانيه لغايه دلوقتي خلاص كل الانديه المرشحه لدور الثمانيه وصلوا، وان شاء الله القرعه هتبقى يوم الاربعاء ان شاء الله الساعه 8:30 قبل مباراه الاهلي باذن الله اللي هتتلعب 9:15 باذن الله. عندنا صن داونز والاهلي من المجموعه الاولى، الترجي وشباب بلوزداد من المجموعه الثانيه، الوداد وشبيبه القبائل المجموعه الثالثه، رجاء وسيمبا التنزاني في المجموعه الرابعه. دلوقتي الثمان فرق وصلوا. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يواصل المسيره وباذن الله ياخد البطوله، ودي بشرة خير ان احنا فعلا كنا دايما بنطلع الثاني في مجموعتنا وبعد كده بناخد البطوله. وصدق بقى اللي قال ان احنا فعلا الحمد لله لما بنتحط في موقف بنعرف نسدد، بنعرف ناخد حقوقنا، بنعرف نرجع تاني. الحمد لله النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، نادي ما بيعرفش حاجه اسمها مستحيل. الحمد لله وصلنا للدور لربع النهائي، وان شاء الله باذن الله نواصل المباريات الجايه. طبعا مباريات مهمه جدا. الاهلي هيلعب مع الثاني من الفرق، يعني عندنا الترجي والوداد والرجاء الاول هنلعب يا اما مع شباب بلوزداد، يا اما الترجي، يا اما
شبيبة القبائل يا اما سيمبا. ان شاء الله نحاول ان احنا نفوز، لان هي بعد كده المباريات بقى نوك اوت، يعني المهزوم بيخرج. فان شاء الله الاهلي يستجمع قواه، وان شاء الله نعدي دور الثمانيه، دور الاربعه، ونوصل للنهائي باذن الله، ونفوز بالبطوله ونفرح الجماهير باذن الله، وتبقى البطوله ال11 باذن الله في تاريخ الاهلي. نتمنى كل خير للاهلي، بنتمنى تواجد الجماهير تاني، بنتمنى ان كل الناس اللي هي يعني ملهاش شغل غير الكلام وعن الجماهير الاهلي وعن الاهلي، يبطلوا كلام شويه ويركزوا في في الانديه بتاعتهم، يركزوا مع لاعيبتهم، يركزوا مع نفسهم شويه. اكيد الامور هتختلف، واكيد هيخف الضغط علينا شويه كاهلاويه. نتمنى كل الخير للنادي الاهلي، نتمنى كل الخير لحضراتكم، ودايما نلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.